خاين، وبسبب خيانته فضلت مصر محتلة 74 سنة. ومن اسمه تعرف خيانته. لو عاوز تعرف الخاين تابع الحلقة دي معايا. علي يوسف المعروف باسم خنفس باشا. بدأت الحكاية سنة 1882 وده مع تعاظم الثورة العرابية بقيادة زعيمها أحمد عرابي وكره الخديوي توفيق ورئيس وزرائه رياض باشا للحركة الوطنية. في الفترة دي مصر كانت بتعاني من أزمات اقتصادية كتير، بدأت في عهد الوالي سعيد باشا واستمرت لعهد الخديوي إسماعيل ومن بعده ابنه الخديوي توفيق. احتلت القوات الإنجليزية الإسكندرية، وطبعا مين اللي قابلهم وحبيبهم؟ الخديوي توفيق. حاولوا انهم يحتلوا القاهرة، لكن في طريقهم للقاهرة وفي كفر الدوار وقف قصادهم الجيش المصري بقيادة طبعا حامي حمى الديار المصرية الزعيم أحمد عرابي. ما قدروش الانجليز ان هم يوصلوا القاهرة، عشان كده فكروا فكرة جديدة ان هم يحتلوا القاهرة عن طريق قناة السويس، وبالفعل ركبوا مراكبهم ووصلوا لقناة السويس عن طريق البحر المتوسط ونزلوا في الإسماعيلية، ومن الإسماعيلية للقصاصين وفي التل الكبير كانت المعركة، وظهرت وقتها الخيانة الكبرى لخنفس باشا. في الوقت ده كان عدد قوات الإنجليز 13,000 جندي وقوات أحمد عرابي 18,000 جندي. في الوقت ده كان قائد مقدمة جيش عرابي الخاين خنفس اللي هو الضابط علي يوسف، واللي تعاون بشكل مباشر مع الانجليز. ومش كده وبس، ده بدأ انه يبلغ احمد عرابي ان الانجليز مش هيهاجموا في الليلة دي اللي هي ليلة 13 سبتمبر سنة 1882. وكمان بدأ ان هو يحط فوانيس للإنارة بالليل عشان الجيش الانجليزي يوصل لمعسكر عرابي في صباح يوم 13 سبتمبر وما تستغرقش المعركة اكتر من 30 دقيقة، ويقبضوا على احمد عرابي اللي ما كانش حتى لحق يلبس البيادة بتاعته. وبعد يومين في 15 سبتمبر سنة 1882 احتلت القاهرة، وبقت مصر محتلة من الانجليز لمدة 74 سنة حتى عام 1956. الانجليز وقتها خدوا من مصر قاعدة عشان يحتلوا عدد من الدول العربية. ده كله حصل بسبب خيانة علي يوسف اللي هو خنفس، اللي باع وطنه ودينه عشان 10,000 جنيه، ويا ريت الانجليز نفسهم ادوله ال10,000 جنيه، ده يا دوب خد 2000 جنيه وادوله لقب البشوية. وعاش طبعا بعدها خنفس باشا حياة صعبة في مصر لانه مكروه من المصريين ومحتقر من الانجليز. ويا ريت كل ده دام، ده بعد فترة اتحل المعاش ورجع انسان عادي ويا دوب بياخد 12 جنيه. وده نهاية كل خاين. فعلا صدق المثل اللي قال السيرة أطول من العمر.